بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة من أسعد أيام حياتي عشان بعمل تورتاية لبنت حبيبتي الصغيرة الدلوعة. بنتي الصغيرة اسمها مكة، فأنا عملت لها تورتة وهي طلبها مني. قالت كان عايزاها نصها شوكولاتة ونصها فراولة. أي نعم، ممكن يكون الشكل العام مش حلو، بس هي عايزاها كلها فراولة كده، يا دوبك بس حطيت كده فيها كام تفاحية كده وخلاص يعني. فلو عايزين تشوفوا بقى الفيديو الجميل ده ازاي انا عملت التورته بتاعت بنوتي الحلوه ديت، ما تنسوش تخشوا اول حاجه تعملوا لي اللايك والاشتراك في القناه، وبعد كده تخشوا تشوفوا لي الفيديو وتدوني لايك برضه ما تنسوش. يلا بينا نشوف الفيديو وازاي عملنا التورته البسيطه الجميله ديت، تورته عيد ميلاد بنتي. النهارده هعمل التورته بتاعتي ان شاء الله من صاج 30 في 40. انا عامله صاجين هم 40 في 30. بيتعمل ازاي الصاج دوت؟ 4 بيضات، بحط عليهم نص كوبايه من السكر، وبعدين اضربهم كويس. بعد كده احط معلقه محسن جل كبيره. بعد كده بضربهم حلو قوي قوي لغايه ما تعمل تضرب تبقى عامله زي الكريمه كده. اضيف نص كوبايه من الميه، وبعدين احط كوبايه ونص من الدقيق ومعلقه بيكنج باودر، وده بيكون ارتفاع الكيكه بتاعتي. بصوا يا جماعه، بصوا كيكه بسم الله ما شاء الله بتبقى حلوه جدا جدا. انا بقى كل اللي انا هعمله هجيب القاعده بتاعتي، قاعده هي 30 في 40. هقوم مطلعه بس الكيكه من الصاج وهرجع لكم تاني. انا كده طلعت الكيكه من الصاج وحطيتها على القاعده 30 في 40. بصوا يا جماعه عامله زي ارتفاعها. النهارده التورته دي عشان هتكون لبيتي، فانا هعملها طبقتين بس، مش هعملها 3 طبقات. بجد انا شايفاها ان طبقتين حلوه قوي قوي فيها، يعني مش شرط يكون 3 طبقات. انا كده حطيت اول طبقه هحط الكريم جانتيه. احط الكريم جانتيه كتير كده يا جماعه بقى نروق كده التورته. انا كده حطيت الكريمه فوق الكيكه. هقطع فراوله احطها عشان انا هحط فوق الكيكه. طبعا بقى بنوتي طلباها كيكه يا ماما بالفراوله والشوكولاته طبعا، وبنتي ديت نور عيني، فاللي هي عايزاه بعمله لها. بصوا اهو، واقوم واحط فراوله كده اهو. انا كده قطعت الفراوله فوق الكريمه. كل اللي انا هعمله هجيب الطبقه التانيه ديت واقوم حطاها فوق الكيكه. انا طبعا حاطه ورق هنا اهو، هشيل الورق واظبط الكيكه بتاعتي. احطها، انا شايفه ارتفاعها حلو قوي قوي. انا عاملاها ليا عشان كده انا عملتها طبقتين. انا شايفه ارتفاعها كويس جدا يا جماعه، يعني بجد انا شايفاها كويسه قوي. هعمل ايه بقى؟ هقوم مغلفاها بالكريمه. هقوم حاطه الكريمه كده ومغلفاها بالكريمه. انا كده غلفت التورتيه بتاعتي. بجد يا جماعه ارتفاعها حلو جدا، يعني الطبقتين جميله بجد، انا شايفاها حلوه. كل اللي جايباه جبت صوص الشوكولاته بتاعتي. هعمل ايه؟ هعمل دربات كده، شايفين؟ انا كده عملت عملت الشوكولاته على الجناب. كل اللي انا هعمله هقسم التورته ديت عشان هعمل نصها فاكهه ونصها شوكولاته. اول مره اعمل قدامكم تورته بالشوكولاته بالفاكهه قصدي. انا كده مقسمه التورته، هقسمها كريم جانتيه. انا دلوقتي حزمت التورته ده بالكريم جانتيه. بصوا يا جماعه شكلها حلو ازاي. هعمل في اول نص هنا قدامكم شوكولاته، هي بس الشوكولاته هنزل الصوص الشوكولاته. انا كده حطيت هنا صوص الشوكولاته
بصوا يا جماعه اهو. هعمل هنا ايه بقى؟ انا عندي هنا فراوله، هرصص هنا فراوله، احط فراوله كده اهو. طبعا يعني الفاكهه ديت من اختيار بنوتي، عشان عيد ميلادها قالت لي يا ماما انا عايزه تورتايه فراوله وشوكولاته. هاجي نرصص كده فراوله، حطيت صفين فراوله واحط تفاح. انا كده هعمل التورتيه ديت فراوله مع تفاح. احط كمان صف تفاح. شايفين؟ وهرجع ارص تاني فراوله. يبقى انا كده هعمل فراوله مع تفاح. انا كده خلصت التورته بتاعتي، حطيت الفراوله والتفاح كده اهوت، وحطيت هنا اهوت الحروف هابي بيرثدي داي مكه ورقم 5، وحطيت كونو، وحطيت توت احمر، وحطيت هنا واحده شوكولاته، وحطيت هنا شوكولاته برضو كده. ودي كانت التورته بتاعتي في النهايه. اتمنى بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تخشوا تعملوا لي اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.